تعالوا نفهم الميرمرز بتاعت الهارت. طيب الفنتريكولار فانكشن بتتقسم لاربعه فيز: ايزوفوليميك ريلاكسيشن، فيلينج فيز، ايزوفوليميك كونتراكشن، ايجكشن فيز. هو بقى الايزوفوليميك ريلاكسيشن والايزوفوليميك كونتراكشن. في الدايستول لما الاورتيك فالف بتبقى مقفوله والميترال فالف مفتوحه، اول ما الفنتريكل بيتملي فلما الميترال فالف بتقفل الاورتيك فالف ما بتفتحش على طول عشان تبدا على طول السيستوليك، لا، ففي وقت ان الاثنين فيهم مقفولين وهي دي اسمها الايزوفوليميك كونتراكشن. والعكس برضو لما السيستول بيبدا والفنتريكل بيبدا يفضي الدم كله، اول ما الاورتيك فالف بتقفل الميترال فالف ما بتفتحش على طول، بيبقى في حاجه اسمها ايزوفوليميك ريلاكسيشن. فعشان كده اول ما الميترال فالف بتقفل على طول لو في ميترال ريجيرج فالميترال ريجيرج هتبدا من اول ما الميترال فالف تقفل، يعني من اول الايزوفوليميك كونتراكشن تفضل مستمره لحد ما السيستول يخلص. فده معناه ان ميترال ريجيرج بيبقى بان سيستوليك، يعني طول ما السيستول شغال طول ما في ميترال ريجيرج. طيب لو البيشنت عنده اورتيك ستينوزس، الاورتيك ستينوزس ما بتحصلش غير والفالف مفتوحه. الايزوفوليميك كونتراكشن الفتره